تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لانك جميل وقوي وتقدر تعمل اي حاجة لو بس قررت. السلام عليكم. الشاعر الكبير صلاح جاهين اللي كلنا عارفينه وبنحبه كان في يوم من الايام مجرد طالب في كلية الحقوق بياخد السنة في سنتين ومش عارف ياخد الليسانس. والد الشاعر صلاح جاهين بقى المستشار بهجت حلمي كان قاضي ورجل قانون كبير، وصل في المناصب انه بقى رئيس محكمة استئناف المنصورة. فتخيل تبقى قاضي قد الدنيا وابنك بيسقط في كلية الحقوق. ابو صلاح اللي هو والد صلاح جاهين مش الكابتن محمد صلاح جاب ابنه وقال له تعالى يا ابني، تعالى يا اللي هتجيب لي الضغط. مش عيب يا واد يا صلاح لما يبقى ابوك مستشار وانت مش عارف تخلص كلية الحقوق؟ صلاح الشاب الصغير اللي لسه محدش يعرفه قال لابوه ايه؟ قال له انا مش عايز الناس تشاور عليا وتقول ده ابن المستشار بهجت حلمي، انا عايزهم يشاوروا عليك انت ويقولوا ده ابو صلاح جاهين. طبعا لو اي حد فينا كان مطرح سيادة المستشار في الوقت ده كان قال لابنه بقى انت يا ابن امبارح يا اللي لسه ما حققتش اي حاجه في حياتك، يا اللي مستقبلك عامل زي لوحه الموناليزا تبص له من اي حته تلاقيه ملوش ملامح، انت هتبقى انجح من ابوك المستشار الكبير والناس هتشاور عليا انا ويقولوا ده ابو صلاح. ابوه ما كانش طبعا مصدق، لكن صلاح كان مصدق نفسه قوي. اللي حصل بعد كده ان صلاح جاهين عمل كل حاجه في الفن تقريبا ونجح فيها. رسم كاريكاتير، كتب سيناريو، مثل، وكتب شعر طبعا وبقى شاعر ثورة يوليو، ومقرب جدا عند الرئيس جمال عبد الناصر بشكل خاص.